السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي. بإذن الله النهاردة هنبتدي نحل أول محافظة في الهندسة وحساب المثلثات، وهي محافظة القاهرة. في السؤال الأول بيقول لي مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة. أنا عارف إن أي مثلث الزوايا الداخلة ليه بتبقى 180. بعد كده في السؤال التاني بيقول لي في المثلث ألف ب ج قائم الزاوية في ب، وطالب ومديني طول ألف ب ب4 ومديني طول ب ج ب3، وطالب مني ظا ج. أنا عارف إن الظا ج أهي الظا بتاعتها بتساوي مقابل على مجاور، يبقى 4/3. يبقى أروح على الاختيار اللي فيه 4/3 واختاره. بعد كده بيقول لي مجموع قياسي الزاويتين المتتامتين. أنا عارف إن الزوايا المتتامة زاويتين متتامتين يبقى على طول مجموعهم هيساوي 90 درجة. طب لو كان قال لي زاويتين متكاملتين يبقى 180، إنما متتامتين يبقى 90. بعد كده بيقول لي معادلة محور السينات. أنا عارف إن معادلة محور السينات يبقى العكس، يبقى الصاد هي اللي بتساوي صفر. طب لو قال لي معادلة محور الصادات يبقى السين هي اللي بتساوي صفر. بعد كده بيقول لي المستقيمان اللذان ميلهما -3/5 و5/3 يكونان. أنا عارف طالما الميل ومتشقلب يبقى على طول هيبقوا متعامدان. طيب أعرف إنهم متعامدان لو مسكتهم وضربتهم في بعض. أنا عارف إن مستقيمين متعامدين يبقى الميلات لما أضربها في بعض، أضرب الميل الأول في الميل التاني هيساوي -1، ودول لما أضربهم في بعض هيطلع الناتج -1، وطالما طلع -1 يبقى هما متعامدان. طب امتى يبقوا متوازيان؟ لو بيساووا بعض. لو كان دوت بيساوي ده يبقى متوازيان، وهنا طبعا مش بيساووا بعض فعشان كده مش متوازيان. بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج مثلث، ومديني الدال تنتمي للشعاع دوت ب ج. بيقول لي بقى طالب مني قياس الزاوية أ ب د. طالما طالب مني قياس الزاوية أ ب د يبقى دي زاوية خارجة، وأنا عارف إن طالما أي زاوية خارجة بتساوي الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها، يبقى هتساوي 50 زائد 70. 50 زائد 70 اللي هي 120. بعد كده هنخش على السؤال التاني. بيقول لي أوجد معادلة المستقيم الذي ميله بيساوي 3 ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات 5. يبقى هو مديني يقطع الجزء الموجب 5 ومديني الميل 3. أنا هروح على طول أكتب له المعادلة بتاعته إن ص بتساوي م س زائد ج، حيث م دوت اللي هو الميل والجيم ده طول الجزء المقطوع. يبقى أروح أكتب له المعادلة إن ص بتساوي، واكتب له الميل اللي هو مديهولي. هو مديني الميل هنا بكام؟ مديني الميل ب3. يبقى اكتب له مكان الميم هكتب له 3، تبقى 3 س زائد ج. ج ده طول الجزء المقطوع، هو مديني طول الجزء المقطوع كام؟ 5. يبقى اكتب له 5. يبقى المعادلة اللي هو طالبها اهيت ص بتساوي 3 س زائد 5. هنيجي بعد كده على رقم ب. بيقول لي إذا كان ظ س بتساوي ج تربيع 30 زائد جتا تربيع 30 أوجد قياس زاوية س حيث س زاوية حادة. هو عايز زاوية س ده هتتساوي كام، فأنا على طول هروح أكتب له المعادلة اللي هو مديها لي ظ س بتساوي ج تربيع 30 زائد جتا تربيع 30 واكتبها له وأقول له إن ظ س بتساوي. أنا عارف إن الج 30 بنص يبقى أكتب له نص، وطالما ج مربعة يبقى أكتب له نص وفوقه تربيع زائد جتا 30. أنا عارف إن جتا 30 جذر 3/2، وعشان هنا تربيع يبقى أحط له هنا تربيع، وبعد كده أربع له النص تربيع بربع زائد جذر 3/2 تربيع. الجذر 3 مربعه 3 والاتنين مربعها 4، ولما أجمع دول بالآلة الحاسبة هيطلع 4/4 يعني 1. وأنا عارف إن الظا س بتساوي 1. طيب إيه هو الزاوية اللي الظل بتاعها بيساوي 1؟ هي 45. يبقى كده الس بتساوي 45. طيب افرض انا مش حافظ ان ظل الزاوية 45 بيساوي 1، اجيب له السين ازاي؟ هكتب له على طول على الآلة الحاسبة شيفت تان واكتب له شيفت تان واكتب له الواحد. شيفت تان دي هتساوي 1 على طول هيطلع لك الزاوية 45. بعد كده هخش له على السؤال التالت. بيقول لي إذا كان المستقيم ص بتساوي م س زائد ج دوت مستقيم، وبيقول لي إن هو يوازي مستقيم تاني يمر بالنقطتين دول، فعايز قيمة م دي هتساوي كام؟ م دي اللي هي الميل. فأنا هروح على طول أقول له الحل كالآتي. هقول له بما أن ميل المستقيم الأول هيساوي م، أهو هو مديهولي ميل المستقيم الأول بيساوي م. أنا عارف إن طالما المعادلة على الصورة دي يبقى اللي قدام السين على طول ده الميل. بما ان يعني دلوقتي انا هقول له
بما ان ميل المستقيم الاول هيساوي م، وميل المستقيم التاني انا عارف ميل المستقيم، لو ميل المستقيم يمر بنقطتين يبقى انا عارف هيساوي ص اتنين ناقص ص واحد على س اتنين ناقص س واحد، يبقى ص اتنين اللي هي بواحد ناقص اربعة على س اتنين اللي هي اتنين ناقص س واحد اللي هي بستة، واكتب له واحد ناقص اربعة على اتنين ناقص ستة هتساوي سالب تلاتة على سالب اربعة، هنشيل السالب مع السالب هيتفضل تلاتة على اربعة. وانا عارف هو بيقول لي المستقيمين مالهم هنا، بيقول لي المستقيم الاول بيوازي المستقيم التاني، يبقى المستقيمين متوازيين، لما المستقيمين بيبقوا متوازيين يبقى ميل المستقيم الاول هيساوي ميل المستقيم التاني. ميل الاول اللي هو م هيساوي ميل المستقيم التاني اللي هو تلاتة على اربعة، يبقى الميم هتساوي تلاتة على اربعة، وده اللي هو طالبه. بعد كده هخش على رقم ب، بيقول لي اثبت ان النقطتين أ وب تمر بالدائرة مركزها م. خلوني الأول أفهمكم حاجة وأشرح لكم حاجة قبل ما أبدأ أحل السؤال. أنا عندي دايرة أهي، تمام، وعندي م دي مركز الدايرة، بيقول لي اثبت ان أ وب تمر بمركز الدايرة، تمر بهما دائرة مركزها م. ادي م اهي، وطالما الدايرة هتمر بيهم يبقى لازم أ وب يبقى يقعوا فين؟ يقعوا على محيط الدايرة، وطالما يقع على محيط الدايرة من م للألف ده نص قطر، ومن م لب ده نص قطر، يبقى لازم البعد بين م وألف هيساوي البعد بين م وب، عشان اثبت له ان هما يمروا بدائره مركزها م. يبقى انا هروح اعمل ايه؟ هحلله بقانون البعد، هجيب له البعد م ا والبعد م ب، ودول نقط يبقى البعد بالنقطتين، هكتب له على طول كده قانون البعد بالنقطتين. م ا هجيب له م ا بتساوي الجذر التربيعي س اتنين ناقص س واحد الكل تربيع زائد ص اتنين ناقص ص واحد الكل تربيع، واكتب له م ا بتساوي س اتنين في ا هو مديها لي باتنين، يبقى اتنين زائد الواحد الكل تربيع زائد، طبعا ديت سالب واحد بس سالب في السالب اللي هنا هتبقى زائد واحد الكل تربيع زائد تلاتة ناقص تلاتة تربيع هتساوي تلاتة ناقص تلاتة بصفر، هتفضل اتنين زائد واحد تربيع اللي هي تلاتة تربيع، تلاتة تربيع وفي كل أس جذر تلاتة تربيع يعني تسعة، يبقى الجذر تسعة هتساوي تلاتة وحدة طول. هجيب له برضو المسافة بين م وب، اخش له بقى على م ب نفس القانون واكتب له اعوض، هيطلع معايا الجذر تسعة هيساوي تلاتة وحدة طول. وطالما البعد بين م أ هيساوي تلاتة والبعد بين م ب هيساوي تلاتة، يعني البعد م أ هيساوي البعد م ب، يبقى م أ هتساوي م ب، أو أقول له بقى إذا أ وب تمر بهما دائرة مركزها م. تمام كده. هنيجي بعد كده على السؤال الرابع، بيقول لي س ص عين مثلث قائم الزاوية في ص، يبقى اروح على طول اعمل له مثلث س ص عين واعمله له قائم الزاوية في ص. بس بقى س وعين دول مش مهم الترتيب، يعني ممكن تبقى س هنا عين هنا مش مهم، اهم حاجة بس طالما قالك يبقى قائم الزاوية في ص يبقى لازم تخلي ص هي القائم الزاوية. وبعد كده قالك ان س ص تسعة وس عين خمستاشر، اكتب له س ص تسعة وس عين خمستاشر. بعد كده بيقول لي اوجد طول صاد عين، طول صاد عين. انا هروح اعمل ايه؟ طالما دوت مثلث قائم الزاويه بروح على طول على نظريه فيثاغورس، اقول له ان الوتر تربيع بيساوي الضلع اللي جنب الوتر تربيع زائد الضلع ده تربيع، يبقى انا عايز اجيب الضلع دوت تربيع، انا عايز اجيب الضلع ده، يبقى طالما الضلع دوت يبقى اقول له هيساوي دوت تربيع ناقص ده تربيع. تمام، طالما يبقى دوت تربيع ناقص ده تربيع واكتبهم له هنا 15 في تربيع اللي هو طول الوتر، يبقى دي الوتر تربيع هيساوي 225، لما 15 لما ربح تدينا 225، الوتر تربيع هيساوي الضلع دوت تربيع اللي هو 9 تربيع ب81 زائد الضلع اللي انا عايز اجيبه تربيع اللي هو صاد عين، صاد عين تربيع، وبعد كده اودي 81 الناحية التانية هتديني، لما اوديها الناحية التانية هتديني 144، ويبقى صاد تربيع بتساوي 144. انا عايز بس اجيب له صاد، يبقى اخد الجذر ل 144 يبقى صاد عين هتطلع ب 12، دوت المطلوب الاول. تمام، واروح على المثلث اكتب له ان صاد عين بتساوي 12. بعد كده بقى هو طالب اوجد قيمة ج س في ظ عين ناقص ج عين، اروح على طول اكتب له اللي بتاع اللي هو مديها لي، يبقى ج س ظ عين ناقص ج عين، واكتب له ان الج س فين السين، ادي زاوية س اهي، الجا بيقول لي ج س، الجا انا عارف ان الجا بتساوي مقابل على وتر، يبقى ج س اكتب اشيلها واكتب مكانها 12 على 5، وطالما على طول فيها ظ عين يبقى اكتب في ظ عين، فين العين؟ ادي العين، انا عارف ان الظا بتساوي مقابل على مجاور، يبقى 9 على 12 واشيل له ظ عين واكتب له 9 على 12، بعد كده في ناقص اكتب له ناقص جا عين، الجا عين انا عارف ان العين اهي بتساوي الجا بتساوي ايه؟ الجا هتساوي مقابل على الوتر، يبقى 9 على 15 واكتب له 9 على 15. طب ما اكتب
لما اضرب ده في ده واطرحه من ده هيديني الناتج صفر. تمام. بعد كده بقى هخش له على السؤال رقم ب. بيقول لي مثل النقط، مديني 1 2 3 4، مديني 4 نقط وبيقول لي مثلهم في مستوى إحداثي متعامد. يعني إيه مستوى إحداثي متعامد؟ يعني رسم بياني. يبقى أروح على كراسة الرسم البياني، أعمل المحور بتاعتي وأمثل النقط. أول نقطة مديها لي إن الألف 4 و2، أروح على محور السينات أمشي 4 وأطلع على محور الصادات 2، يبقى ألف هتطلع هنا. ونفس النظام ب 0 و2، أكتب له 0 سينات و2 صادات يبقى ب هنا. وبعد كده ه 0 و4، اهي دي 0 سينات و4 صادات يبقى هنا. بعد كده الدال 4 و4، يبقى اكتب له اروح على الدال 4 سينات و4 صادات يبقى الدال هتطلع هنا. تمام كده انا عملت له اول مطلوب هو طالبه اللي هو بيقول لي مثلهم. كده انا مثلت له النقط زي ما هو عايز. بعد كده بيقول لي ثم ايه بقى؟ ثم اثبت ان الالف ه وب د تنصف كل منهما الاخر. فين الالف ه؟ الالف ه اللي هو دوت، والدال ب اللي هو ده. بيقول اثبت ان كل واحده فيهم بتنصف التانية. طيب عشان اثبت ان هما بتنصف التانية هعمل ايه؟ لازم اجيب له ان الالف ه، اجيب له بقى قانون نقطة المنتصف اللي هو ده. لازم اجيب له قانون نقطة المنتصف بتاع الالف ه وقانون نقطة المنتصف بتاع الدال ب. لو طلع الاتنين عند نفس النقطة يبقى ينصف كل منهما الاخر. اروح اكتب له قانون نقطة المنتصف عند الالف ه. طبعا انا عارف نقطة المنتصف القانون بتاعها بيساوي مجموع السينات على 2 زائد الصادات على 2، يبقى اكتب له الف ه واجيب له يبقى السينات على 2 يبقى 4 زائد الصفر على 2، والصادات على 2 يبقى 2 زائد 4 على 2. هتطلع النقطة كام؟ 2 و3. كده انا جبت له نقطة المنتصف بتاع القطعة المستقيمة ألف ه. هروح برضه أجيب له نقطة المنتصف بتاع القطعة المستقيمة د ب، واكتب له القانون مجموع السينات على 2 زائد الصادات على 2، يبقى السينات على 2 0 زائد 4 على 2، والصادات على 2 2 زائد 4 على 2. هتطلع معايا برضو 4 على 2 اللي هي ب2، و2 زائد 4 اللي هي 6، 6 على 2 فيها 3. يبقى الأولى طلعت ب2 على 3 والتانية طلعت ب2 على 3. طالما الاتنين طلعوا عند نفس النقطة يبقى ينصف كل منهما الآخر. تمام. بعد كده هروح على السؤال الخامس. السؤال الخامس بيقول لي أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و4 ويصنع زاوية قياسها 45 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. هو طلب مني معادلة مستقيم. أنا عمري ما هعرف أعمل معادلة الخط المستقيم. اللي هي إيه معادلة الخط المستقيم؟ اللي هي ص بتساوي م س زائد ج. انا عمري ما هعرف اعمل المعادله دي غير لازم اجيب له حاجتين، اجيب له الميم اللي هي الميل، واجيب له الجيم اللي هي طول الجزء المقطوع. دلوقتي انا اعرف اجيب له الميل، هعرف اجيب له الميل. ما هو بيقول لي يقطع زاويه 45، يبقى على طول طالما اداني الزاويه يبقى الميل هيساوي ظا الزاويه. اروح اعمل له ان الميل هيساوي ظا الزاويه، ظا ه اللي هو 45، يبقى ظا 45 هتطلع بواحد. يبقى انا كده جبت له اول حاجه الميل بواحد، يبقى اشيل له الميم من هنا واكتب له الواحد، يبقى كده ص هتساوي، اشيل له الميم واكتب واحد يبقى واحد س. طبعا الواحد قدام الس مش هكتبه، يبقى ص هتساوي س زائد الجيم. دلوقتي انا ناقص لي الجيم اللي هو طول الجزء المقطوع، اجيبه ازاي؟ مش هو هنا في المسألة بيقول لي تمر بالنقطة 3 و4، يبقى أروح أعوض له بالنقطة دي في المعادلة. أشيل الصاد وأعوض عنها ب4، وأشيل السين وأعوض عنها ب3، وأجيب له الجيم. يبقى أكتب له أعوض له عن الصاد ب4 والسين ب3، يبقى 4 هتساوي أعوض عن السين ب3 والجيم. ودلوقتي هودي التلاتة الناحية التانية، يبقى الجيم هتطلع معايا بواحد. يبقى المعادلة هي صاد هتساوي س زائد الجيم، وكده أنا جبت له المعادلة. بعد كده بقى بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة، لأن السؤال ده أنا ينفع لو استخدمت في الآلة الحاسبة هطلع الناتج على طول باستخدام الآلة الحاسبة، بس هو قال لي من غير استخدام الآلة الحاسبة موضح الخطوات. بيقول لي اثبت إن الطرف دوت اللي هو قبل علامة اللي يساوي كله بيساوي الطرف دوت اللي هو بعد علامة اللي يساوي. يبقى الطرف اليمين بيقول لي اثبت ان الطرف الأيمن دوت بيساوي الطرف الأيسر ده. أنا أروح أكتب له إن الطرف الأيمن بيساوي، وأكتب له اللي قبل الطرف الأيمن. أكتب له الطرف الأيمن أهو، واقول له ان الظا 60 ظا تربيع 60، اكتب له ان انا عارف ان الظا 60 بالجذر 3 وتربيع يبقى ربعها زائد جا 30، عارف ان جا 30 بنص ناقص جاتا 60، انا عارف ان جاتا 60 بنص. النص هيطير مع النص هيتفضل الجذر 3 تربيع. الجذر 3 تربيع اللي هو لما اربع الجذر هيدينا اللي تحت الجذر اللي هي التلاتة.
بعد كده اكتب له الطرف الايسر اللي هو بيساوي 3 ظا 45. انا عارف ان الظا 45 يبقى واحد في التلاتة اللي قدامها، يبقى 3 في واحد بتلاتة. قال لا ايه ده كده طلع الطرف الايمن هيساوي الطرف الايسر، يبقى اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. وبس كده احنا باذن الله خلصنا حل محافظة القاهرة في الهندسة وحساب المثلثات تالتة اعدادي 2023 ترم اول. باذن الله انتظروا باقي الفيديوهات، لان هنزل لكم باقي الفيديوهات شرح بالتفصيل لكل المواد وحل المحافظات كلها لكل المواد، مش بس محافظة القاهرة، لا ده لباقي المواد، ومش بس مادة الرياضة، لا ده عربي وانجليزي باذن الله هينزلوا هما كمان قريب. وهنزل لكم مراجعات ليهم في كل مادة، فما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم. وبس كده اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.